كابتن وعليكم سيد السلام. مصطفى بطل الجمهورية، مركز أول على مدار سنين طويلة. إيه اللي بيحصل في السومو يا كابتن؟ وهل أنت من ضمن البعثة اللي طالعة بطولة العالم ولا إيه الحكاية؟ والله يا كابتن ياسر، للاسف الشديد يعني مش من ضمن البعثه. اتفاجئنا كلنا النهارده ان البعثه كلها سافرت النهارده اليابان. كلنا اتفاجئنا بالموضوع ده وبالخبر ده. مفيش مفيش اي اختبارات منتخب، مع ان انا حاصل عن اخر بطوله جمهوريه لاعبين. انا حاصل على مركز اول وزن زائد 115 كيلو. آه. يعني انا شايف ان اللي بيحصل ده طبعا ان بطولات الجمهوريه كمنظره ملهاش اي لازمه كده في البلد. ان آه. هم رئيس الاتحاد مرزوق لما يروح يجيب الفريق بتاعه كل سنه، هو نفس الفريق اللي يطلعه، يبقى هو كده بيطلع التشكيله على مزاجه هو. آه. يعني حتى اللي سافروا دول انا متاكد مليون في الميه ما فيش حد منهم اصلا متمرن ولا حد منهم تعب. هم آه. ما هو خلي بالك حد بطولة الجمهورية هي المقياس يا كابتن. فاهمني؟ آه. مفيش حد فيهم اتضرب حد، يعني حتى هم مظلومين. يعني الموضوع يلا شيله بيلا، هو نفس الفريق سفرهم. طب فين مم. الاختبارات؟ طب مم. بناء على ايه اخر بطوله الجمهوريه دي اتعملت؟ كانت كلها منظره وشكليات، وان احنا عملنا بطوله ونتمرن ونلعب ويطلع عينينا وفي الاخر ما تسافرش. طب ليه؟ آه. طب ليه؟ يعني افهم بس رئيس الاتحاد بيعمل كده ليه؟ ايه مم. اللي هو بيعمله ده؟ احنا كده منظرنا ايه؟ ولا احنا خلاص يبقى احنا بقى نشوف اي حد يبعت لنا اي بعثه في اليابان ولا في امريكا ونروح نلعب باسمها زي ما اي لاعب عب بيعمل دلوقتي. آه. منتخب السومو كل يوم يا كابتن اقسم بالله بينزل الارض، اقسم بالله بينزل الارض بمعنى الكلمه. مم. فين المنتخب؟ بيفقد الابطال بتوعه كل شويه، بالظبط، ناتجه عن بالظبط، اللي بالظبط، بيهرب واللي بييأس وبيعتزل اللعب. طبعا عندك حق، انا ملاحظ فعلا. بالظبط، بالظبط، مم. بالظبط ده اللي بيحصل. بالظبط ده اللي بيحصل. يعني دي حرام. هو قعد معاكم مثلا شرح لكم ايه الخطه، ايه مين اللي هيسافر، اللي وعدكم ان اللي هياخد اول جمهوريه هو اللي من والله حقه يسافر؟ والله ولا رن على تليفون على حد اصلا من اللي واخدين اخر مره بطولات جمهوريه. على اي اساس برضك البطوله دي بتتلعب؟ المفروض نشوف يا جماعه الناس اللي بتلعب وبتيجي تتمرن دي يعني في اكيد في تغيير، في حد افضل، في حد كويس، في حد مش واخد فرصه كويسه. احنا المفروض يبقى في يعني نظريه كده، حد افضل مني يبقى هو المفروض ليه انه الاولويه ان هو يطلع. اه. يعني الاولويه ليه ان هل هو هل يطلع. انت هل انت يا كابتن سيد شايف معامله رئيس الاتحاد للعبه السومو انها لعبه مهمشه داخل الاتحاد؟ يعني انا شايف ان رئيس الاتحاد يعني مع احترامي ليك انا مش شايفه اصلا بيعمل لنا اي حاجه. هو بالظبط كده زي ما انت بتقول، هي لعبه مهمشه. لعبه مهمشه. لعبه مهمشه. اه. مفيش معسكرات، مفيش الكلام ده تجمع، مفيش. طب ما في حاجة نقطة أثرها اللاعب كابتن أحمد، إن ما بياخدش بدلات من ساعة لما بدأ في لعبة السومو دي. فعلا اه الكلام ده حقيقي ولا ايوه بتاخدوا ايوه فعلا. بدلات؟ ايوه فعلا الكلام ده حقيقي. يعني ما بتاخدوش فعلا بدلات؟ بالظبط. تروحوا فعلا بطولة جمهورية تاخدوا أول جمهورية منتخب مصر ومفيش بدلات؟ ولا الهوا. اه. هوا يا كابتن. عاوز توجه كلمة لوزير الرياضة ايه، او وزير الرياضة برضو مش عارف ما بياخدش اكشن الموضوع ده، عاوز توجه لا لرئيس احنا الجمهورية ايه؟ لازم نوصل له رسالتنا ان في لعيبه كتير مظلومه. في اه. ناس كتير قوي 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 جدا مظلومه. احنا كده كده هنوصل له صوتنا. اه. موضوع الناس اللي تتظلم وتتكن في ابطال، قسما بالله ابطال يا جماعه لو سافروا لا يعملوا اسم لمصر. احنا في هنا ابطال يا جماعه، والله المفروض كده نراعيها. كام لاعب المفروض هرب نراعي. امريكا يا كابتن سيد لغاية دلوقتي من لعبة السومو؟ كل البعثه اللي فاتت فعلا سافرت. اه. كل البعثه اللي فاتت سافرت. مين دلوقتي؟ ما مين دلوقتي لعب موجود؟ بالتوفيق ان شاء الله، وما تيأسي، واستمر، انت انا راجل بطل بحاول جمهورية والله واول جمهورية. بحاول ان احنا نوصل صوتنا. وانا اسف لو انا طولت على حضرتك في الكلام، بس الموضوع بصراحه يضايق. طبعا لما ليك حق، الواحد ليك حق. يتفاجئ
ان مفيش اي منتخب تدريب اتعمل لينا، واتفاجئ ان نفس الفريق هو اللي يسافر، وان انا كراجل بطل جمهوريه حتى مفيش حد رفع عليا سماعة التليفون قال لي يا كابتن سيد المفروض في تدريبات منتخب هتحصل عشان خاطر السفريه اللي جايه. ماشي يا كابتن سيد، شكرا ليك يا كابتن، شكرا ليك، مع السلامه، مع السلامه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد.